اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة تاني يوم عيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الأيام بخير يا رب. زي ما قلت لكم أنا آسفة إن الفيديوهات بتنزل متأخر شوية. أول حاجة كده هنجهز الفطار الصبح. الأول اللي في الطبق الأصفر ده اسمه مش بجيبه من عند ريمسلاند، طعمه خطير بصراحة، مع الجبن كده بيبقى طعمه خطير. والابيض ده جبنه كيري سايحه او سبريت طبيعي طعمها خطير برضو من عند ريمسلاند. وكمان دي جبنه رومي، وكمان ده مخلل مشكل، وكمان ده شيبسي. واللي ورا دي جبنه بيضه، وكمان دي بطاطس انا هرساها وحط عليها خضره وطماطم وحط عليها فلفل، وكمان شويه من السمنه البلدي، كمان شويه من الملح، وكمان شويه من الكمون. واللي جنبها دي جبنه قريش حط عليها طماطم وخيار وفلفل وشويه من الزيت، كمان شويه من الملح، موضباها كويس جدا. وكمان اللي ورا دي حلاوه، وكمان دي جبنه بيضه، وكمان عيش. بعد لما جهزت الفطار وفطرنا وخلصنا نقوم نجهز الغدا. جبت اول حاجه كده، جبت حله وحطيت فيها ميه، ونزلت عليها بحبهان وكمان فلفل اسمر، وكمان شويه من البهارات، وكمان ورق لورا. وكمان هنزل عليها ببصلتين كبار متقطعين، وكمان هنزل عليها بكيلو من اللحمه. كمان عندي ماسورة في الفريزر هطلعها واحطها على اللحمة. يبقى تاني هنجيب الحلة واحط فيها مية وانزل عليها بحبهان وشوية من الفلفل الاسمر وشوية من البهارات، وكمان ورق لورا، وكمان بصلتين كبار متقطعين، وكمان هنزل عليهم بكيلو من اللحمة وكمان الماسورة الكبيرة. اول لما بتغلي معايا بهدي عليها النار على نار متوسطة، واشيل الريم اللي على الوش واسيبها تستوي على نار متوسطة علشان تعملي احلى شوربة. وقبل ما تستوي ب5 دقايق بنزل عليها بالملح، وبعد كده بطفي عليها. تعالوا بقى علشان نعمل صينية بطاطس. هجيب الاول حلة وانزل فيها بشوية من الزيت وكمان معلقتين كبار من السمن. اول ما بيسخنوا معايا كويس جدا بنزل عليهم بكام بصلة كده مقطعهم طرنشات. اول لما بيتبالوا معايا بنزل عليهم كده بكام قرن من الفلفل مقطعهم وافضل اقلب فيهم. بعد كده بنزل عليهم بطماطم مضروبه في الخلاط. اول لما الطماطم بتتسبك معايا بنزل عليها بشويه من الشوربه، وكمان شويه من بهارات اللحمه، شويه من الفلفل الاسمر، شويه من الملح، حبهان، ورق لورا. بعد كده بجيب حله تانية انزل فيها بسمنه وشويه من الزيت. اول ما بيسخنوا معايا بنزل عليهم بتوم مهروس وافضل اقلب فيه. اول ما بيصفر معايا ويدبل بنزل عليه بطماطم مضروبه في الخلاط علشان دي اللي هحطها على الفتة. طبعا الصلصة التانية بعد ما حطيت البهارات عليها والشوربة بنزل عليها بالبطاطس اللي انا قطعتها علشان اعمل احلى صينية بطاطس في الفرن. اول لما بتغلي معايا كده انا مش بسيبها تغلي كتير علشان البطاطس اليومين دول ما بتاخدش سوا كتير، حوالي كام غلوة كده. بعد كده بكون مجهزة صينية واحط فيها البطاطس واولع الفرن كده من فوق وادخلها تاخد وش تحمير، بتطلع احلى واطعم صينية بطاطس. طبعا بعد كده هنجيب حلة ونحط فيها سمنة بس. اول ما تسخن معايا بنزل عليها بكوباية من الرز كده، الرز الابيض، وافضل اقلب فيها. بعد كده بنزل عليها بشوربة، بعد كده بنزل على بشوية من الملح وافضل اقلب فيهم كده. اول ما يغلي معايا بوطي عليه واسيبه يستوي على نار هادية علشان اعمل بيها الفتة. بعد كده بجيب حلة تانية واحط فيها سمنة، معلقة كبيرة من السمنة وشوية من الزيت. اول ما بيسخنوا معايا بنزل عليهم بكيس من الشعرية. بعد كده افضل اقلب فيه لحد كده ما ياخد لون ذهبي معايا. انزل عليه بالرز، بعد كده انزل عليه بالمية وشوية من الملح. اول ما بيشرب ميته بوطي عليه واسيبه يستوي على نار هادية علشان الرز ده اللي هناكله مع صينية البطاطس. بعد كده بجيب طبق واكسر فيه عيش ملدن وانزل عليه بكام كبشة من الشوربة، وهنزل عليه بكبشة كبيرة مليانة صلصة زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليه كمان بشوية من الخل. ده طبعا الطاسة اللي انا حطيت فيها زبدة علشان اسيحها واحمر فيها اللحمة. اهو بعد ما حطيت الصلصة نزلت عليها بشوية من الزبدة وهنزل عليها بشوية من الخل واقلبهم كويس جدا مع بعضيهم كده. بعد كده هجيب طبق كبير او قالب كبير هنزل عليه بطبقة العيش اللي انا عملتها، وبعد كده هنزل عليه طبقة من الرز. بعد كده هكتب على على الرز من فوق كده ايتن بالصلصة. وبعد كده هجيب ازازة الخل اعمل على الرز كده وعلى على الصلصة من فوق بالخل. وبعد كده في نفس الزبدة اللي انا حمرت فيها اللحمة زي ما انتوا شايفين هحمر فيها كده شوية توم مهروسين وانزل على على الفتة من على الوش وشوية من الفلفل الاسمر. يبقى تاني بعد لما حطيت العيش حطيت عليه طبقة من الرز ونزلت عليه بالصلصة وحطيت شوية من الخل،
وكمان نزلت عليه بشوية توم مهروس كده معمول في الزبدة، وكمان نزلت عليه بشوية من الفلفل الاسمر، وكمان حمرت اللحمة زي ما انتوا شايفين. ده كيلو من اللحمة وطلعت احلى فتة، وكمان عملت احلى صينية بطاطس، وكمان عملت رز وكمان شوربة. على فكرة الرز لسه فيه كتير جوه، بس انا حطيت على قد الافراد الموجودين. اكلنا وخلصنا. تعالوا بقى علشان نحلي. دي دستة من الجاتوه 12 قطعة كده تشكيلة جايبينها علشان برضو مع حلويات العيد. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك. طبعا انا قلت لكم اول يوم العيد عندنا وفاكهة وحاجات غير المهلبية وقمر الدين اللي انا عاملاهم، غير طبعا الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، غير الترمز، غير طبعا الحمص، الحاجات دي كلها. بص بقى الجمال، الجمال عدى الكلام. وتالت يوم العيد برضو جبنا بسبوسة. بصوا العيد ده كان كله حلويات. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك علشان اللايك هو اللي بيرفع من الفيديو. بعد كده عملت عصير جوافة كده زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت لكم الحاجات اللي احنا عملناها اول يوم العيد، جبنا وعملنا وكده. ونسيت اقول لكم كمان في ترمس وكمان في حمص. وبصوا كمان عملت عصير جوافة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. اهم حاجة اللايك علشان هو اللي بيرفع من الفيديو. طبعا العشاء كل واحد اتعشى مع نفسه كده، علشان كده انا ما صورتش العشاء معاكم، كل واحد اكل مع نفسه كده. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تعملوا اللايك علشان اللايك هو اللي بيرفع من الفيديو. طبعا الرز الابيض اللي انا عملته للفتة بعد ما بيشرب ميته بوطي عليه واسيبه يستوي على نار هادية. مع السلامة يا حبايب قلبي.